السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف 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 بعد غياب طويل. جيت نشارك معكم هاد الرفيسه اللي صوبتها لصاحبتي يلا ولدات، نتمنى تعجبكم. بقاو معايا وغادي نوريكم جميع التفاصيل، راها سهله 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 دغيا صيبتها. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ التوابل اللي غادي نحتاج. خديت الكركم، خديت البزار، خديت سكينجبير، وعندي راس الحانوت او ما يعرف بمساخن، وعندي الثومه حكيت تما واحد 2 طريوسه كبار، والسمن، زعفران الحر والزعفران العادي اللي هو الخرقوم. كنوضع كل شيء في هاد القصيريه الصغيره هذه، وغادي نبدا باش نتبل الدجاجه ديالي. غادي ناخذ هنايا الزعفران كنحكو غير بين يديا صافي. هنا راه ما كنضيفش الزيت في الاول باش اللقامه كلها كتدخل في الدجاج صافي. ودابا غادي ناخذ شويه ديال الماء باش نخلط به التوابل، ولكن قبل كندخل هذاك السمن مع التتبيله باش ما يبقاش يهرب مع داك الماء صافي. بحال هكا كندخلو مزيان. عاد غادي نبدا نضيف في الماء ونخلط مزيان مزيان باش كلشي يتخلط مزيان. مهم صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي ناخذ الدجاجه دابا باش نشرملها على هاد الطريقه. المهم راه كنديروش الربيع صافي. غادي ندخل فيها اللقامه في الجناب، في الفخيدات، في الصدر، في كل شيء. ولا بغيتو حتى الصدر تقبوه باش تدخل فيه اللقامه صافي. وغادي نبدا باش نفندها مزيان 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 في التوابل باش تشرب لي اللقامه على خاطرها، وتكون بنينه في الطياب. صافي من بعد هنا ما تبلتها مزيان، غادي ناخذ واحد البلاستيك الغذائي وغادي نغطيها مزيان باش ما يدخلش فيها الهواء ديال الثلاجه، وغادي نخليها ليله كامله في الثلاجه. يعني غنبيتها، انا صيبتها بالليل وغنبيتها باش تشرب مزيان الاقامه ديالها صافي. ومن بعد غادي ندوز باش نطيبها معكم. المهم راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه صافي. دابا غادي نبدا باش نطيب الدجاج. غادي ناخذ هنايا واحد 2 ريوس كبار ديال البصله، وغادي نضيف عليه عاوتاني لقامه ضروري باش نتبل حتى البلول. ضفت عليه الكركم، راس الحانوت، الملحه، البزار. الملحه راه درتها حتى في الدجاج، الملحه، البزار وهذا الثومه ما حكيتهاش لانني غادي نديرها راس. يعني هذيك الكموسه كلها كنديرها في الاخر صافي. وغادي نضيف هنايا الزيت بطبيعه الحال. يمكن لكم ديروا حتى زيت زيتون حتى هو كنضيفوا انا حتى شويه كنضيفوا في الاخر صافي. هنا راه يلا غادي تبدا تشحر ليا، وانا غنبدا نخوي عليها الماء طيب. ما تخويوش الماء بارد، ديروا الماء طيب باش ما كيتكنزز الدجاج كيقصاح صافي. وغادي نخليها طيب على خاطرها، والعدس كنطيبه بوحدو. من بعد ما طابت لي الدجاجه غادي نخشيها في هذه الاله ديال الضو، الاله الكهربائيه صافي. غنخليها هنا درتها في ديال الدجاج ونخليها كطيب. ومن بعد سكيتها. العدس راني كناخذ غير من البلول اللي مع الدجاج وكنطيب فيه العدس صافي. سلقت البيض وزينتها، والثومه راهي فين حطيتها بوحدها هي، والحلبه حتى الحلبه كنطيبها بوحدها في البلول حيت كاين اللي ما كيعجبوش، وعاد كنصفيها وكنديرها مع باقي المرق. نتمنى الفيديو ديالي ما يكون عجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على القناه. مع السلامه، الفيديو جديد ان شاء الله.